نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله عظم خلق في السماء سبحان الله عظم خلق في الأرض سبحان الله عظم بين ذلك سبحان الله عظم هو خالق الحمد لله عظم خلق في السماء الحمد لله عظم خلق في الأرض الحمد لله عظم بين ذلك الحمد لله عظم هو خالق لا إله إلا الله عظم خلق في السماء لا إله إلا الله عظم خلق في الأرض لا إله إلا الله عظم بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويوم فيك نفيك ومانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأوقظنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين قادر مقتدر وقاهر لكل قاو قادر من الهتاد الظالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وكل باغ مارد وفجر معاند وكل طاغ حاسد من البغاض المفسدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين به نستنصر به نقتدر بسيف مشي نكر عدانا المعاندين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين والحمد دام سرمدا ودائما مؤبدا وليس يسعدد لله رب العالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين سبحان من نزى وجل بر الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين نسألك رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين بسر طه المجتبى على السمع الأولى والآل أرباب العبا وصبه المجاهدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين والتابعين الأصفياء العابدين الأونياء الزاهدين الأضقياء المصلحين المحسنين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا من والمسلمين مادي وقبر كشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا ثم والمسلمين الفقيه جدنا وببني ذخرنا علوينا علينا والقدب سقف مكين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وبابن والمسلمين المختار الندم ذي الأسرار حامل الحمى والجاري الغاضحف الظالمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا العيدروس والمسلمين فخرنا وشيخنا حددناه غثناه كنزنا وهو ملاذ اللائذين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وشيخ والمسلمين أبو بكر الهمام من سالم العذب الحسام ببني غاثل أنم العدني حبر النمير يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وابن والمسلمين زين أحمدي نور كل مهتدي وجعفر ذي رشدي سلطان كل العارفين يا لطيف لم يزل
يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. باليقين العطاس بالحسين النبرس وبالخليفة برس الغاث كانوا أجمعين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وبشجاع عدتي غثي غياثي عدتي ومنقذ من شدتي البركة القاصدين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وبالوجه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم باتصال من آل حضر أجمعين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. بشيخنا الحلاحل من حل في جلاجل ومرقياث الآمل البارك قطب الكامل. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. والعيدروس الذكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر حاوي حصال المهتدين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وفي سميد المستهر القطب سيدنا عمر ثم صوف بهر الدور قلب الدعاة الناصحين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. بسر حامد بالمرمل وبالحسن ذاك الأبر ومن نداج ذا حضر لمن يناديه يعين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وبالولي بجل حبا نوره لأهل الله بنصيب جاه كل شيء وأبلنا حسن اليقين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. من بهذا الأرض حل شيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والطوبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. بسر شيخ الجفر عجل لنا باليسر والفضل ثم النصر آمين رب العالمين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وعذرة البر الكرام خصوص سيدنا الإمام عبد الله المقام المخرج أجمعين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وكل من بقدرنا من كل بر مخسنا وسائر أساف لنا نسر حسن مع الحسين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وبالعمودي الإمام وأولاد الغر الكرام ممن حوى ذاك المقام من كل قيد من مكين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. بحضرة القوم الليوس وعدها يوم الثالث بأن دفن أن المغث من حينات قاصدين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. الشيخ ذي حسننا وارتاح فيه واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. والشافعي مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى ببا سودان بين العالمين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. عين لنا يا ذو الفتن تكيك وسة من نحيا طريق والسنن فاتح وتاج الطالبين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. وشيوخ الجامعي ذي حل قرب الجامعين سلك به يا سامعي طبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بالمصطفى اسر حملنا وبحق المرتضى اكشف كربنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. بأسرار البطول انظر بنا وبحق الحسنين كلنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبزين العابدين اغفر لنا وبحق الباقي ردمم نورنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبصدق صادق جمع شملنا وبحق الكاظم ارفع قدرنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبأنوار النور اهدنا وبمعروف الجمال جمل لنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبحق البر عيسى فاشفنا وابن أحمد سهل صعبنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وأوصاف بيت نجنا وبعلوي فكمل سعدنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبألطاف الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا. الله الله
الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبما شرف مرباطا غدا علوي وعلي نصرنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبآيات الفقيه الغاثية غوثنا هيا لنا هيا لنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبنيه علوي وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبعبد الله يا بعلوي وعلى سنوي الغاث اكفنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وجمال الدين والشيخ ابن غسن السقا في كل عنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا سكران والمخضر واخباد الباقين عجل نصرنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبحق الأندروس القدوب الفحن نيم الغوث فادفع شرنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا علي وابنه وشهاب الدين تمم قصدنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبسر الفخر والغوث الذي حل في عينان فانزم خصمنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الحامل والمخضر ثم الحسين أهل عيدانا وابقنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا حمل والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله حسبنا ربنا جلنا وجمال مطلوبنا الدين جدي وابن العيدرس الحبر فانصر جندنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا شيخي وإمامي والدي قدود الدين ومصباح الدنا الله حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا سادتني بكم جار لكم أخاف قد ضيما نونا الله حسبنا ربنا جلنا صدم مطلوبنا الناس ومن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا قام الأوتاد يا خير من حاز المثاني والثناء الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا من غيركم يا سادتي يلتجين حان خرب نودنا الله حسبنا ربنا جلنا ليس لي مطلوبنا ملجا سواكم فادركوا هيا 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 هنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا عجلوا لغاره يدرك العبد بها أقصى المنى الله حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا فاكشف به مكروهنا واحمنا من كل خطب ننمنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا المصطفى الهادي يكفينا كل شر وعدو يا ربنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا صلاة وسلاما دائما يتغشه بها كل نوهنا الله حسبنا ربنا جلنا وعلى مطلوبنا آل وأصحاب ومن بعدهما لاح برق أو سنا الله حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلكت فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين آمين يا الله عجل برفع ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولاتف بالعالمين آمين يا الله رب اكفنا شر العدا آمين يا الله وخذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا ربي شتت شملهم آمين يا الله يا ربي فرج جمعهم آمين يا الله يا ربي كلل عدهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تقبل لهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبح رماد آمين يا الله بكافها يا عين صاد آمين يا الله
وخائن وغادر آمين يا الله وعين وساحر آمين يا الله وشر كل المنذرين آمين يا الله من معتد وغاصب آمين يا الله ومفتر وكاذب آمين يا الله وفاجر وعائب آمين يا الله وحاسد وشامخ آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء وذا السناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بسترك آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله وامنن بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين والبتول آمين يا الله والمرتضى بالفحول آمين يا الله وجاه جبريل آمين يا الله والصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون سيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء الخير كل واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء نستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء كل المظالم كلها في رضا يا أرحم الراحمين ارض بنا في يا قضاء نعبد ونشهد ما شدانا نرى يا أرحم الراحمين ارض بنا في ونشهد قضاء أنك ترانا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين ارض بنا في ومن قضاء على سنة الهدي يراعي رعايا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء للقرآن بحق نبا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حق يا أرحم الراحمين ارض بنا في وصار قضاء قلبه وقلمهم دلا من صفا يا أرحم
الراحمين الطف بنا في بالفهم قضاء والعلم والتعظيم يا الحسنات يا أرحم الراحمين الطف بنا في ما قضاء كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وسلم قضاء للعلم جاء لاهقا من قضاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وأتركنا يا حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في اسعدنا قضاء بمجيبك صار سمع دعاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في إليك قضاء وخيم حتى ساح فينا يا أرحم الراحمين الطف بنا في على الهنا قضاء والمنى والباس شئت وشاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في يا قضاء رب هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء دعائي وكرمني مع من دعا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وأنت حسبي قضاء وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والقلب والحسن لباسا قيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وقدر قضاء روحي بذكري واحمني بحمايا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وهب لي قضاء وحبل لمحبة لقاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في واستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يقيني وثبني ذبت أولياء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في صلاة قضاء ربي وسلم نزل مسلما يا أرحم الراحمين الطف بنا في على النبي قضاء المصطفى المحمود خان من بيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في عدد قضاء حياة الذي يحيا به من يا حياة أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والصب والحقنا به اسم اسفيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في يا قضاء من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف الصالحين كن موالينا وكان يا من الخائفين نجنا مما نخاف ذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر وعاف يا من الخائفين نجنا مما نستعين يا نخاف معين شفها عن شفا يا من الخائفين نجنا مما لنا نخاف فتحا مبين جاء بالنصر مواب يا من الخائفين نجنا مما واغفر شر نخاف المؤذين كفهم عنا كفا يا من الخائفين نجنا مما والعباد نخاف الظالمين حدهم حتى التلا يا من الخائفين نجنا مما شر نخاف فيهم مبين منهم وفيهم يا من مضاد الخائفين نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخائفين نجنا مما ونفذنا نخاف هالك في شفا جرف الهيا يا من الخائفين نجنا مما والبغاة نخاف الباقين اكفهم يا خير يا من الخائفين نجنا مما الله نخاف المعين هو لا خلاف يا من الخائفين نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائفين نجنا مما رب نخاف العالمين وإليه نطاف يا من الخائفين نجنا مما كفنا الحسن نخاف حسن من سواه ما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله يا من الخائفين نجنا مما أبلغ الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب العفاف يا من الخائفين نجنا مما وآل نخاف المسلمين المساكين الضعاف يا من الخائفين نجنا مما ورد الله نخاف المدين به مرحم يا من الخائفين نجنا مما تب نخاف علينا وارحمنا وانظر إلينا تب علينا وارحمنا وانظر إلينا تب علينا سامحنا بما جنينا تب علينا سامحنا بما جنينا تب علينا اغفر لنا ولوالدينا تب علينا اغفر لنا ولوالدينا توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة بتوبة وقبول وإنسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفاء يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفاء الله رضا والعفا ما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول استغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. نسألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. جد هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وأحلان خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. لا تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. أمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. نلجا من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. مريم وبهود الأكرم وبها دون العام والنبي ابن عمران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا با سوداء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. لمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام والولي بن بسطام والولي بن جيلان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. يا إله العالم يا إله العالم باب يا الشام إله العالم والفقيه المشهد يا إله العالم والعلوي الأبرار يا إله العالم حالي يا زاد إله العالم لعينات اليوم يا إله ما العالم كلاهم في يا القوم إله وإن بدأ العالم مني يا لو إله العالم يقلبوا للغفران. يا إله الحسن العالم بن صالح يا إله العالم النور طافي يا إله لا العالم تكن لي فاضل يا إله يا العالم صمد يا منان يا إله مثل العالم شيخ يا المشهد إله ابن العالم ناصر أحمد يا إله وأبي العالم ثم يا الجد إله للمعالي لهم يا شان إله يدلنا العالم بالمظلوم يا إله والفرج العالم مثل أيوب يا إله العالم وبفرحة يا يعقوب إله حين العالم زالت يا إله الأحزان العالم
العالم اغفر وارحم يا إله واعف العالم عما يا تعلم إله فإن العالم جودك يا دام إله إنس العالم خلقك يا والجان إله ودروس العالم يا القرآن إله العالم واجتماع يا إله الإخوان العالم لدعاء يا إله الرحمن العالم سرهم يا إله والإعلان العالم والحبيب يا المحضر إله العالم والإيمان يا بالأسرار إله العالم وإلان يا يا غفار إله جد العالم لنا يا بالغفران إله استجب العالم لي يا واسمع إله ولنا العالم الكل يا أجمع إله العالم ولمن لك يا يضرع إله العالم طالبا يا للإحسان إله العالم وصلاة تترى يا إله لمن العالم خص يا بالإسراء إله العالم وذويه يا ضرا إله في العالم جميع يا الأزمان إله العالم يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي كنا يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مات يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا موجد الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك أسبل سترى على القبائح والأخطار يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامه بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا ملك الملك يا يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا إليك وأبكي من شؤم ظلم وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والغار يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفة وشغال يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت ترويج علي وقصدها الجاه والمال يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا رب كنا قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبار يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا
استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجا يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا خير كافي أهلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك توصيل وجما يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا يا رب الله عبدك ببابك لا إله إلا الله الشان مع عذابك لا إله إلا الله ويرتدي ثوابك لا إله إلا وغيث الله رحمة هطال لا إله إلا الله وقتك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفقره لا إله إلا الله وسم بيسرك عسره لا إله إلا الله بمخد جودك والإفضال لا إله إلا ومن الله عليه بالتوبة لا إله إلا الله وصله من كل حوبة لا إله إلا وعصمه الله من شر أوبة لا إله إلا كل الله من هو قد حال لا إله إلا الله أنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا الله علمت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله فضلك وبرك لا إله إلا الله وبشر وقهرك لا إله إلا الله ذكر وشكر لا إله إلا الله وحمد والإجلال لا إله إلا الله ربي أنت ناصري لا إله إلا الله ولكني كل خيري لا إله إلا الله عدنا ناصري لا إله إلا الله بالإيمان اللجا لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا على الله مسيل الضلالة لا إله إلا الله وكلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدار لا إله إلا الحمد الله لله شكرا لا إله إلا على الله نعم منه تترى لا إله إلا أحمد الله سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا المسلمين كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين المسلمين فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على تزيل العنا المسلمين عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على الهرم المسلمين يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الشاكرين المسلمين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على عطاك المسلمين ربي جزيل وكل فكرك جميل وفيك آملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الهلاك من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاك لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إذا ذن الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين على اللهم صل شفيع عليه. الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله الشيخ الحضرة عسلنا نضرب بجاه الله يمحو الذنوب الله نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب وبعد جاء النظر من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب بالطالب المحضر المخبد الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب الله القادة القدوة سدد الصف ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب الله مثل الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يا ضيل خلق الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب الله أبو بكر بن سالم وحذف للظالم الفجر الغاشم يهليك بأمر الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب الله وينجي الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب لما الله قرأوا العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب والعبد الله ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب الله سابحك الكرام نلحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله عسلنا نضرب بجاه الله يمحو ذنوب يا الله سادتي غار في الحال
صاحب الدار ما في الكبد مارة الله 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 سلنا نضرب بجاه الله محضر رم معي قوم الله وقت الذي رمى كله مدى نوما يجيب بعون الله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر الله كفى ما بدول أصوابي في الحل يا أحبابي فإنكم بالله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر كونوا لنا الله نصر بسيف القدرة وكل ما نكره وشوه شيء لله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر حيا بكم الله هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا بنصر الله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر الله يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر الله حسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر وصلي الله وسلم توب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله حضر سلنا نضرب بجاه الله محضر الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أهل العقول السالمة وعلى القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بهم معازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن من الخاتمة كان دان أو نسب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة شيعوك وألحدك وسرت جيفا خاما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كن لي يا معين إذا رشخ عظم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن دنيا الخاتمة كما هي للمكر وإنما هي للممات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن فاغفر الخاتمة وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا ربي ما الخاتمة معنى عمل وكسبنا كله زلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن حان الخاتمة حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بجاه الخاتمة والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بجاه الخاتمة والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة.
الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالي عكسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علي بالفقيه وإخوانه وسيدنا علي عم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بالفقيه وعلي وعبد الله بن علي بالفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وش عبد الرحمن السقا ولاده وش أبو بكر السكران وش عمر مخضر وإخوانهما وش عبد الله العدروس وأولاد أبو بكر عدن وإخوانه وش علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الله محمد مولى يديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وش أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم والحبيب عمر العطاس وشعالي بن البراس والحبيب عبد الله الحداد أحمد الهبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي والحبيب حامد بن عمر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر والحبيب أحمد محمد المخضار وأبو بكر وعبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب عبد الله بن عدروس والحبيب أحمد بن عدروس العدروس وعبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سلم بن حفيظ والحبيب مشهور محمد سلم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شعبة وبوته والحبيب محمد بن حبيب طلب محمد الحداد والحبيب عبد القادر بن أحمد جدا والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب عبد الحداد بانجل والحبيب جعفر بن شيخان والحبيب عبد القادر بن سلسل والحبيب علي بن سقب صاحب الحول والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن سن حامد والحبيب هادي بن عمود بن سن حامد ووصول وفريم ثم إلى الحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار بوضاء والحبيب محمد الهدار ووصولهم وفرهم ثم إلى روحي الحبيب هود بن عدروس الحسني والحبيب عمر الحسني والحبيب شال الحسني والحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقا وأولاده ووصوله وفره ثم إلى روحي كي جاسم نرسل وزوجته جاشم رافي وزوجته ثم إلى شيخ ثم إلى روح ثم إلى روحي الجاد عبد الله وزوج الجاد باه مهاجر وزوجته ووصوله وفره ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روح الجد بر وزوجته الوالد منير علي وزوجته ثم إلى روح الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه ثم إلى روح جميع سادتنا علي بعلوي وسيد سعيد العمودي وسيد سلم بن فضل بفضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ومشي الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشيخنا ومعلمينا وكذب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يغفر لهم يرحمهم اسم الجنة الفاتحة. الفاتحة لأسب القوى البخور والكرام ومن جاء من خير وصل بخير ومن كان سببا هذا الجميع العظيم والقرى المستمعين أن الله يجمل أحوالهم يكونوا في عونهم يتقبل منهم يغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى وفضلنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة تامة. الفاتحة. الفاتحة بركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الأمم والأمة والرعية ويفرج على المسلمين بحرم رحمة هنيئة مريئة نافعة ويضرب فيها الخير والبركة ويعجل بها السادة العلوية يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يطل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومامولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير
ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين، ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا، ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رضي الله عنكم. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: وإنما يضاعف عذاب العالم في معاصيه لأنه عصى عن علم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جحدوا بعد العلم. وجعل اليهود شرا من النصارى مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولدا ولا قالوا إنه ثالث ثلاثة، إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة، إذ قال الله تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال سيدنا القطب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين: وقد علم وتقرر أن الأعمال الصالحة التي تصدر من العارف يزيد ثوابها على أعمال غيره وتتضاعف أضعافا كثيرة، وكذلك ما يصدر منه من السيئات تعظم المؤاخذة عليها وتفحش المعاقبة لها، وربما عوقب على الصغائر معاقبة غيره على الكبائر، وذلك لأنه في حيز القرب. ألم تسمع إلى قوله تعالى: يا نساء التي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب لها العذاب. وقد بلغنا عن العارف ابن الجلاء أنه نظر إلى الأمر الجميل فقيل له: لا تجدن غبها ولو بعد حين، فنسي القرآن بعد ذلك، وخطر لبعضهم خاطر المعاصي وهو في الصلاة فاسود جميع بدنه وبقي مدة كذلك حتى تشفع فيه بعض المحققين، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadanya dan kita mendapatkan keberkahan darinya. Wa innama yudha'afu adzabul alim, hanya saja orang yang alim dilipat gandakan siksaannya fi ma'asihi, di dalam kemaksiatannya si alim. Kenapa? Li'annahu asa an ilmin, karena mereka bermaksiat kepada Allah an ilmin, disebabkan ilmunya. Dia bermaksiat dengan ilmunya, tidak bermaksiat atas tidak tahu. Dia tahu dan sengaja melakukannya, makanya orang yang berilmu ketika melakukan maksiat akan dilipat gandakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran: innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang yang munafik akan diletakkan di dalam neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Orang munafik mereka bukan tidak tahu, orang munafik sangat mengetahui persis. Orang munafik mereka bukan tidak sengaja, mereka melakukannya dengan sengaja. Sehingga orang munafik dikatakan orang yang paling pedih siksaannya dan kelak akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Kenapa? Li'annahum jahadu ba'dal ilm, karena mereka melakukannya dengan setelah mengetahui, bukan tidak tahu. Mereka tahu persis bahwa hukumnya haram, hukumnya maksiat, tapi mereka terjang. Wa ju'ilal yahud syarran minan nasara, dan dijadikan orang-orang Yahudi lebih jelek daripada Nasara. Padahal orang Yahudi tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak.
Dan mereka tidak mengatakan Allahu thalithu thalatha, Allah Ta'ala ada trinitas, ada 3, ada 2, tidak. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja orang Yahudi lebih jelek daripada orang Nasara, illa annahum angkaru ba'dal ma'rifah, mereka mengingkari kebenaran atas kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka orang Yahudi mengetahui akan datang Nabi seperti halnya mereka mengetahui kepada anak-anak mereka. Saking tahu ada Kanjeng Nabi neng kitab-kitab orang Yahudi, aneka terangake kebi sifat-sifat Kanjeng Nabi ini kemudian terangake kebi. Saking hebat orang Yahudi neka oneng ke Kanjeng Nabi dek sifat tah, bahkan Nabi neka ka onengin ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Oneng ada Kanjeng Nabi neka haja-haja oneng dak anak tibi. Saking tahu orang Yahudi neka dek ka Gusti Kanjeng. Tapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu bih, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi ketika Nabi datang kepada mereka, Nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ma'arafu wa kafaru bih. Mereka seakan-akan tidak kenal kepada Nabi dan mereka mengingkari, mengkufri atas kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saraan orang Yahudi bi orang Nasara nika ki saraan karena apa? Karena orang Yahudi ini keterpenter, Bani Israil ini kelem alim bat hebat ibadah ilmu na, cuma tak iman nih ketok kesalahan, tak iman dek Gusti Kanjeng Nabi padahal aben andi ilmu, padahal aben tahu. Nah, karena nikah berarti orang seandi ilmu ketika melakukan kemaksiatan aneka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pita bi orang yang tak tahu maksiat karena tahu nih. Taib al-Imam al-Habib Abdullah al-Haddad mengatakan waqad ulima wa taqarrara anna al-a'mal as-salihah allati tasduru anil minal ma'arif minal 'arif ay minal 'alim yazidu thawabuha ala amali ghairi. Dan telah ditetapkan dan kita ketahui bersama sesungguhnya amal-amal yang baik yang keluar daripada orang yang alim jelas akan bertambah pahalanya dibanding amal-amal yang di luar daripada orang alim, lainnya orang alim. Kenapa? Orang yang saya beribadah kelaban ilmu jelas lebih berbobot, sekalipun lebih sekonek bitongan. 2 rakaat dari orang alim, 100 rakaat dari orang budu, ya jelas lebih berbobot 2 rakaat. Tapi resiko kira aja amal perbuatan kecubaan dilipat gandakan karena ilmu. Nah, amal ibadah juga dilipat gandakan karena ilmu. Wa tada'afu adha'afan katsira, bahkan dilipat gandakan adha'afan dengan lipat gandaan katsiratan yang banyak sekali sehingga tak terhitung, tak terhingga. Wa kadzalika ma yasduru minhu minas sayiat, sebagaimana amal ibadah, amal yang soleh dilipat gandakan, maka apa yang keluar darinya, yakni orang alim, minas sayiati daripada keburukan, ta'dhumu ma'al mu'akhadatu 'alaiha, akan menjadi besar siksaannya atas perbuatan sayyi'at tersebut, wa tabhusul mu'agabatu laha, dan akan buruk kemudian ketika kejelekan tadi itu dilakukan oleh orang yang alim. Maaf, mau orang butuh kelanon sebu main sekak matalan, orang butuh main domino, orang butuh main kartu, tak masalah. Tapi ketika orang yang sandi ilmu saya melakukan benar hal saya susah, hanya hal saya tak pantas lakukan, maka tafhushu al mu'aqabatu 'alaiha, maka deki dambaan bakal semakin berdampak negatif, semakin buruk. Mon orang tak tahu penyakit ngakan bareng-bareng si membahayakan dak penyakit, ini pacet aban tak tahu. Lah makin orang yang ngerti ke penyakit, dokter, bidan, perawat masalah, dengan sengaja memakan, mengkonsumsi sesuatu hal makanan yang membahayakan, ini kan terbudu sahara. Lah tahu cek bareng membahayakan tapi ekakan, walaupun nyaman rasana, tapi ada membahayakan dekat lambung, membahayakan dekat tekanan darah, membahayakan dekat kadar gula dan lain sebagainya. Monreng butuh melakukan dia karena tak tahu. Nah, makanya amal bagus dilipat gandakan, juga amal coba dilipat gandakan. Mon orang biasa pakaian katok cekak tak masalah orang biasa. Orang butuh. Tapi ketika santre
ustadz, kiai melakukan hal semacam ngak nikah kan sangat tidak pantas. Sehingga mon orang bodoh ngelakukan maksiat ya karena maksiatnya karena kebodohan. Tapi ketika orang saya panggil dengan panggilan terhormat, panutan umat, tapi aban melakukan sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'dzumu al-mu'akhadah, maka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, dan watafhusyu dan akan menjadi dampaknya akan sangat menjadi jelek baginya juga bagi orang lain. Cek toro orang aban lek toro orang lek terpandang, tapi kelakuan tak bener lah nikah juga membahayakan. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan deka ummahatil mukminin, deka garwa-garwana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, peringatan tining Allah dalam Al-Qur'an para nisaan Nabi, para keluarga binen Gusti Kanjeng Nabi untuk supaya menjaga diri. Ya nisaan Nabi may yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzab. Wahai keluarga perempuannya Nabi, man yati minkunna, barang siapa yang mendatangi daripada kalian semua bi fahishatin, mendatangi sesuatu yang buruk, melakukan hal yang buruk, mubayyinatin yang jelas, yudha'af lahal adzab, bahkan rajin-rajin Kanjeng Nabi, keluarga bin Kanjeng Nabi yancam bi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat nikah, orang yang terpandang, orang yang terhormat melakukan kesalahan fatal tetina. Benian bi orang yang bodoh melakukan hal salah, bisa becek. Lah apa saya becek saya enggak tahu. Arean di ilmu, arean di pengertian dalam masalah agama. Apa saya Pak apa saya Pak siapa entau. Mau yang bodoh gampang Pak enggak, salah, kelero, hari sebener, alafu seporan sekelangkong Pak enggak. Tapi orang dia ilmu, dalil, cerita, terus, hujjah terus, karena aban melakukan pacet benih karena tak tahu, jahadu bil ilm, mereka melakukan bukan karena tidak tahu, mereka tahu, tetapi ilmu benih matako dekat Allah Subhanahu wa taala. Taib, terakhir, cerita aki. Napanya mana? Cerita aki Al-Imam Junaid sama ni kita. Situng bakto Al-Imam Al-Arif Ibnu Jala. Al-Imam Ibnu Jala nyaman panggil Jala'ul Gulub, panggilan beliau adalah Jala'ul Gulub. Nyaman tibi Abu Abdullah wa Aba Turab An-Nakhshabi. Yang lebih terkenal kini Al-Imam Al-Jala, Jala'ul Gulub. Atena saya sangat luar biasa, bagus Atena, mencorong Atena. Al-Jala, beliau melakukan hal sangat sederhana, remeh, kang kui lebih sampean kelas kulit sampean ya bener dosa. Apa kesalahannya? Nawara ila amradin jamilin, aciling dengan anak ngode da amrad, aciling mairil. Tahu mairil lagi? Cepu, cepitane pupu je lah. Mairil dele dan produk sarang dele, tuyur, monjan peloso tuyur. Seneng dak mairil? Akan tektok dalam atena. Annahu nadhara ila amradin jamilin faqila lahu, wah Arya mapan dia gaya dia mulus dia kolek nengak kolek nreng bine masalah bede ketertarikan de amrod gila dalam atena, hanya kesalahan ngak nikah. Apa sih terjadi dekat beliau? Maka setelah kejadian nikah beliau tertidur waktu malam, lam yajid nasyatan, tak bisa jaga malam. Biasa jaga malam nikah nasyat, semangat jaga malam, semangat ibadah, semangat zikir, semangat qiyamul lail, semangat baca Al-Qur'an. Lam yajid nasyatan wala halawat, tandi rasa manis sekali dalam ibadah. Biasa masya Allah luar biasa. Munajat ada ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalabathu aina, sengkah ngantuk terus.
Akhirnya amempeh dalam mempeh kala bersuara dekat beliau innama kanat khatarah faqilahu mithluka la yusmahu lahu bimithli dhalik akran tek engak beenjeria orang semacam beun tak pantas akran tek kada jeria. Masya Allah benih terus nikah cuma akran tek wah mulus ya. Padahal pada laki benih kereng bini nikah pada laki amrod akran tek dalam aten al-Imam Ibnu Jalak nih. Masya Allah putih berdekat sekuni tak semangat ibadah tandi rasa manis dalam atikir tak pakenceng tining Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa akran tek sekuni kadaria pas pakuwa amon orang alim ngelakonin orang yang ngerti ngelakonin lebih dari nikah ya wallahu alam cek ringkun karo akran tek ane ketok pun lah cabut halawatul munajah halawatul zikir manis munajat manis zikir halawatul Quran cabut kapi nasyad fil ibadah nasyad fil zikir nasyad fil khalwah ada kapir ya rasa-rasa semangat rasa-rasa manis ibadah tak ada hanya gara-gara akran tek da amrod ya bisa dibayangkan la ilaha illallah ya makanya sandi ilmu ni kekutune ilmu lebih ngestete kutune ilmu ni ke lebih masemak ban matakok dekat Allah Subhanahu wa taala benih semakin ngentengaki nyungok film porno oh tak apa lu can hawa tak saya tak tahu haram niat lain niat lain nah tak nyungok langsung saya tahu aja mau langsung juling orang binek bongkang tak apa tahu le mon lebat kaca tak masalah kan HP termasuk kaca ada dalil. Padahal mau netemu orang itu todus, masuk kada jirikan senika. Ki ala kulli hal mon orang andi ilmu ni kila bade jawab benar. Bade jawab benar. Berarti apa be kening? Itu terkentong. Ki sampean nyari kaul sepit nyelempit tetap bade, tetap nemu. Tak kira tak nemu, macam ilmu. Cuma sekem masih matako dekat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dekat Allah Subhanahu wa taala tak sedaja. Oleh kerana itu ilmu sesekone neka gunaki amalaki kebe kesempatan untuk asma ke Gusti Allah tak harus banyak ilmu lah al ilmu nafi' wal ilmu alladhi yuaddi sahibahu ila al khawfi wal khasyah ilmu sesekone gila tetapi ilmu bisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala tidak ada jaminan seseorang yang mempunyai ilmu mesti takok tak ada jaminan kecuali ilmu ni lakuin mon hanya cuma yaci tompok yaci tapi tanpa amal sama sekali omong kosong nih kawan ya ada gunanya ada pitin bereng putu karena tak lakonin sekalian ilmu nah nega nah jadi bahasan nega adalah tentang orang-orang munafik saya tahu ke kanjeng Nabi orang-orang munafik saya ngerti dekat keagungan Allah Subhanahu wa taala tapi aben pakun tetap maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi laknat orang Yahudi aneka lebih parah daripada orang Nasrani karena padahal orang Yahudi tak ngocak thalithu thalatha Allah Ta'ala trinitas enten keng cuma tak iman ke kanjeng Nabi atas dasar ilmuna falamma ja'u kafaru bih ma'arafu bih ketika kanjeng Nabi ini kepun iyatos tining Allah Subhanahu wa taala ma'arafu wa kafaru bih mereka seakan-akan tidak kenal kepada Nabi dan mereka mengingkari padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka mengetahui kepada Nabi sebagaimana mereka tahu kepada anak-anak mereka sampai ada anak dari rumah cekan orang ngiding suara nih datang ngerti anan sampian nangis mana utang anak kasan suara nangis sih denger tak detek ngetela orang ngiding suara nangis anak sampian denger nah ini kering tua ke anak lah orang Yahudi ke kanjeng Nabi ini ke oning ini ke kanjeng Nabi nggak nikah tapi tak gelem iman bahkan mengingkari mengkufuri dekat Gusti kanjeng nah karena ini ke orang Yahudi ini lebih sarah daripada orang Nasrani sebalik ke orang seputu ngelakuin maksiat resiko kita enggak resiko dengan orang di ilmu sing ngelakuin maksiat zallatul alim zallatul alam tepreset orang alim salam kafir banyak tepreset mun saya ngerti begada jadi ya terus dari rumah orang sedo hudu nih
Orang yang ngerti boleh lek kening eka kaca lah kaca ke siapa terus lah tugas seorang yang sandi ilmu tunjukaki bahwa orang yang sandi ilmu betul-betul taat ke Allah, takwa ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam termoga itu ilmu semanfaat, termoga ilmu deke bisa masuk dekat Allah Subhanahu wa ta'ala jawaki dari ilmu saya tak manfaat. Naudzubillah. Termoga pada selamat kabeh. Amin Allahumma amin. Wa qala al-Junaid rahimallahu law aqbala al-murid wallahu a'lam bisawabil hatim. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أيما آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد